السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. والنهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس بالفراخ زبدة كده زي ما احنا شايفين، لا غنى عنها في رمضان أو في العزومات. تعالوا نشوف الوصفة والمكونات. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. في البداية كده هبدأ أعمل شوربة علشان أحط الفراخ فيها، وهي عبارة عن بصلاية كبيرة، طماطمتين وسط، وكمان جزرة مقطعة مكعبات أو ترانشات زي ما انتوا عايزين. بنحطهم كده في مية مغلية، وكمان عليهم ورق لورا و5 فصوص حبهان عشان نبدأ نعمل الشوربة. ونبدأ بقى نحط الفراخ بتاعتي أو قطع الفراخ اللي موجودة عندي، زي ما تحبي فرخاية أو متقطعة زي ما انت عايزة، صدور أو أوراك. هنبدأ بقى نحط كل الكلام ده على الشوربة اللي احنا عملناها في البداية، وهنسيبها على النار تقريبا نص ساعة ونغطي عليها، ونبدأ بقى نستناها لحد ما تبدأ تستوي شوية بشوية. وادي شكل الفراخ، وحطيت عليها كده رشة فلفل أسمر وغطيت عليها مرة كمان. تعالوا بقى نعمل الخضار للبطاطس. احتجت 3 طماطمات وسط، هنبدأ بقى ان احنا نقطعهم بالشكل ده ترانشات مكعبات زي ما انت عايزة. الوصفة النهاردة صحية جدا وخفيفة، وهنا بيكون تقطيع الطماطم عشوائي، يعني زي ما انت عايزة، زي ما قلتلكوا أصابع، ترانشات، مكعبات، براحتك جدا. هنقطع 3 طماطمات، وادي بقى بصلتين وسط هنقطعها شرايح رفيعة جدا. دي مش هينفع نقطعها مكعبات، بس الشرايح بتبقى أجمل، وكمان بتدي طعم أكتر في الصلصة بتاعة الطماطم، فهنبدأ نقطعها بالشكل ده. وادي بقى 2 قرن فلفل سبايسي كده أو حامي، تقدري تستبدليهم بالفلفل الرومي، مفيش أي مشكلة، ولكن سبايسي هنا هيعمل طعم هايل. هبدأ بقى أحط الخضار بتاعي في صينية، والخطوة اللي بعد كده هقطع البطاطس اللي موجودة. تقريبا كان حوالي 1.4 كيلو تقريبا من البطاطس، 4-5 بطاطسات كده هنقطعهم شرايح بالسمك كده. وادي كمية البطاطس بعد ما قطعناها. هنبدأ بعد كده بقى نتبل نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة ملح، وكمان عليهم بقى ظرف من كنور مرقة فورية، تقدري تستخدميها أو لأ عادي. وادي 3 تومات مفرومين، ومعلقتين زيت زيتون أو زيت ذرة، صحية جدا زي ما اتفقنا. وهنبدأ بقى نقلب الخضار كله مع بعضه قبل نزول البطاطس. هتأكد بس ان البصل، شرايح البصل كلها اتفككت، وهدمج الكلام ده كله مع بعضه. ونحط بقى 2 كوباية من المية، تقدري تستبدليهم برضو بشوربة، ولكن الشوربة هنستخدمها بعد كده. وهنقلب الخلطة كلها على بعض، وهنحطها بقى في صينية فاضية. الصينية دي مقاس 30. هنحط البطاطس الأول، وبعد كده نبدأ بقى نحط عليها الخضار بالتوابل اللي احنا عملناها. عايزة اقولكوا صينية بطاطس خفيفة، مش متخيلين قد ايه. ما ضفتش صلصة، ما ضفتش اي حاجة، صحية جدا، فتقدروا تعملوها في اي وقت. اكيد اكيد هنكون محتاجينها في رمضان جدا، وهتبقى زي الزبدة. خلاص حطيت البطاطس مع الخضار، هنزل بقى بقطع الفراخ اللي قطعتها. حابين تخلوا الفرخية كاملة مفيش مشكلة، هنقطعها 4 عادي. انا حبيت اقطعها القطع بالشكل ده، شكلها حلو. كمان الفراخ هتاخد من الخلطة كويس قوي، فهيبقى طعمها احلى. وبكده خلاص رصيت قطع الفراخ على البطاطس من فوق. هنبدأ بقى نضيف لها الشوربة، تقريبا كده 1.5 كوباية من الشوربة. وده برضو اختياري، تقدري تزودي مية لو مش عايزاها تكون تقيلة. هي كيكة مش تقيلة، ولكن شوربتها بجد هايلة. كمان الخضار اللي احنا عملناه مع المية علشان يعمل لنا الشوربة دي طعمه رائع. هنحطها بقى في نص الفرن نص ساعة كمان. وهو ده شكلها بعد نص ساعة، وعلى حسب نوع الفرن. حطيناه في الرف الأوسط على درجة حرارة 200. تقدروا تعلوا النار زي ما انتوا عايزين. ممكن في بعض الأفران تاخد وقت أكتر، ممكن ساعة إلا ربع علشان تدينا اللون ده، أو نفتح الشواية. بصوا ازاي شكلها، واو. البطاطس بجد هايلة. الفراخ أخدت لون حلو جدا، بجد رائعة. مش قادرة اوصف لكم ازاي الريحة موجودة، بجد رائعة.
صينية بطاطس ولا أروع، بسيطة سهلة كمان يعني، مش تقيلة تماما، صحية جدا. أتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن. بالهنا والشفا، باي باي.